طبعا انا لو قلت لكم ان انا المحشي لو اكلته كل يوم حرفيا انا مش بزهق منه، خصوصا بقى لو سخن ملهلب كده البخار طالع منه زي ما انتوا شايفين. لا اكادوا من فرط الجمال اذوب. بصوا يا جماعه، انا بعمل المحشي المشكل الكرنب والكوسه والبتنجان والفلفل مع بعضه بيطلع تمام جدا، يعني مش بيبقى بايش ولا الرز دايب ولا الكلام ده، لا جربوه بالطريقة دي هتعجبكم قوي. طبعا احنا كلنا شاطرين في المحشي. كل واحدة فينا ليها تكاتها في المحشي، بس انا الطريقة دي انا واخداها من مامتي. يعني عايزه اقول لكم المحشي ده من وانا في ابتدائي فعلا انا بعمله، يعني عمركم شفتوا طفله كده من وهي في ابتدائي بتعمله؟ شايفين بقى منظر منظر السرفيس. انا جوعني تاني. عايزه اقول لكم والله يا جماعه المحشي المشكل كله بقى بياخد من نكهات بعضه، بيفرق جدا في الطعم على فكره لما بنعمل كله في حله واحده. كمان بقى شويه الملوخيه بقى اللي ايه تبلع كده صباع المحشي. تبلع كده صباع المحشي. عايزه اقول لكم برضو على التركيه اللي انا عملتها في طبق الملوخيه دي. يعني هي انا واخده على الحته اللي انا بعملها دي، ممكن حد يختلف معايا، بس انا بنقول لكم طريقتي وتجربتي في المحشي اللي انا معتمداها من سنين، من وانا طفله يا جماعه والله. شويه البصل حطيناهم بصل كتير بقى، اديله بصل كتير في شويه زيت حلوين ومعلقه سمنه بلدي ونحمر البصلايه. طبعا انا هنا البصلايه صفرتها بس، وبعدين حطيت الطماطم البيوريه بتاعتي. تمام كده الموضوع سهل قوي. ملح فلفل شطه سكر مكعب مرقه والسبع بهارات بس كده. وبعدين بقى عندي الصلصه. على فكره نوعيه الصلصه دي يا جماعه حلوه قوي. طبعا يعني كلنا ندعم شركات بلدنا. و ادي الصلصه بقى بتاعتنا. انا بحب اسيبها تتسبك كويس قوي، هي لسه برضو اعتقد فاضلها شويه كده. بحب الصلصه تتسبك جدا، لان لما انا بسيبها صيصه او انا اتعلمتها بقى كده عشان ايه، للامانه يعني اتعلمتها ان احنا بنسبك الصلصه حلو جدا علشان الرزايه نفسها ما تبش. انا جربت كذا طريقه، لكن الطريقه دي اللي انا ايه برتاح فيها جدا. يعني انا حطيت الخضره بتاعتي وكنت غاسله الرز بتاعي كويس قوي وبصفيه بقى في المصفى الخطيره اللي انا ما بستغناش عنها دي يا جماعه والله. هنا عندي بقى معلقه توم. بصوا اختلفتوا اتفقتوا، انا ما بقدرش اعمل المحشي من غير توم. لازم التوم بيديله نكهه وريحه بتقلب ريحه الشقه حرفيا يعني. طبعا زي ما قلت لكم بقى انا هنا بقلب الخلطه، والصلصه كانت متسبكه كويس قوي لان انا ما بحبش يبقى فيه صلصه كده الرز يبقى عايم ايه في الصلصه. تمام يا جماعه. انا هنا بقى محضره الخضار بتاعي كوسه وفلفل صواريخ. صواريخ دي مش قادره اقول لكم شطشطه ازاي. والخلطه بتاعتي بقى حمرة وخطيره، مش قادره اقول لكم. انا يعني وانا بتفرج كده على الفيديو وبمنتجه وانا عايزه اقول لكم ان انا جوعت فعلا. الخلطة بتاعتي دي بقى سبتها تبرد وهبدأ ان انا احشي. طبعا احنا كلنا شطورين في المحشي بنعرف نحشي. ادي بقى الحلة انا خلصتها. تمام. خدوا بالكم بقى كويس قوي واحنا بنسقيها. والله يا جماعة بجد انا عمري ما عملت المحشي. ادي بقى الفرخة بتاعتي على فكرة انا حشيها بصل وفلفل وملح وايه وشطة. تمام. بصوا معيار يعني الشوربة تحت الكرنب والخضار على فكرة، والطريقة دي بتبقى مية مية. بصوا بقى الملوخية الخضراء التركية بتاعتي مش محتاجة شغلانة. انا حطيت كام عود كده كزبرة خضراء. ادي بقى الفرخية بتاعتي انا حشيتها كويس قوي ولفيها بخيط كده. وادي الملوخية الجميلة بتاعتي مش بنغليها كتير يا جماعة عشان ما تسقطش. وشوية التومة بقى شوية صغننين كده عشان برضو القولون بتاعنا. قال يعني بنخاف على القولون. المهم وهنشهق بقى الشهقة بتاعتنا. الشهقة بتاعتنا المعتادة اللي من غيرها الملوخية ما بيبقاش ليها طعم. ادي الملوخيه بتاعتنا عايزه اقول لكم كانت زي السكر، ولا حطيت لها والله ولا سكر ولا حاجه. وادي بقى الفينش بتاعنا الفرخه المقلبظه اللي تجنن محشيه بصل وفلفل. عايزه اقول لكم بتفرق في الطعم جدا. شايفين شويه الكوسه والبتنجان والكرنب المحشي. بصوا عايزه اقول لكم في حته تانية دايب وخطير. محشي البتنجان بقى عايزه اقول لكم ايه